كشف قائد الاستخبارات العسكرية لمدينة مصراتة الليبية العقيد إسماعيل شكري أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أرسل قائدا عراقيا يدعى أبو عمر للسيطرة على مدينة سرت الليبية. ونقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن شكري قوله إن الزعيم الجديد لداعش في ليبيا عراقي الجنسية. وتبين مع مرور الوقت القائد الذي وكله زعيم داعش أبو بكر البغدادي لتولي هذه المهمة وفتح خط جديد في ليبيا، وهو أبو نبيل الأنباري الذراع اليمنى لزعيم داعش. أرسل داعش السنة الماضية عدة قياديين بارزين ليسهموا في تأسيس فرع لتنظيم داعش في ليبيا وشمال أفريقيا، ووقع اختيار أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش على المدعو وسام عبد الزبيدي المكنى بأبي نبيل الأنباري الذي قاد هجوم داعش على مدينتي تكريت وبيجي. تشير المعلومات الخاصة عن سيرة الأنباري أنه من القيادات العريقة في التنظيم، فقد انتمى لتنظيم التوحيد والجهاد منذ عهد الزرقاوي، وكان ضابطا في الشرطة قبل أن ينشق عنها. نفس الشيء في سرت مثلا، اللي هي إمارة سرت، اللي هو ولاية سرت اللي أصبحت الآن. مين هم ولاية سرت؟ نفس اللي حصل في الجيش العراقي لما حلوا الجيش الليبي والوحدات الأمنية اللي هو جنود القذافي وجماعته، اللي هم تبنوا عقيدة الدولة الإسلامية وأعلنوا انتمائهم للدولة الإسلامية. نفس الشيء إمارة درنا في ليبيا، هي بايعت الدولة الإسلامية بنفسها. أنا عندي معلومات دقيقة يا رجل المعلومات كلها موجودة. الداعشيون الموجودون في ليبيا هن أزلام القذافي وأزلام قذاف الدم، واللي قال عنهم هذول الشباب أنقياء مصدق في داعش بليبيا. هذا في واحد مو هذا اللي أقوله، شو بدك من هالكذبة الكبيرة؟ هذا إعلامك يقول ان داعش في ليبيا. اذا بجيبتي هذه في داعش في ليبيا داعش، هذول جماعة القذافي واحمد قذاف الدم.